نتفرج مع بعض يا جماعة على القطعة المغربي الجميلة 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 قوي. يعني أنا لو قعدت أقول من هنا لغاية السنة الجاية جميلة جميلة بجد أنا مش هوفي الجمال. أو هو بمعنى أصح هو مش جميلة، هي شرسة. يعني هي شرسة. يعني أنا مش عارف أقول. هو جميلة من وجهة نظري. الديزاين بتاعها او الاشكال والالوان بتاعتها بجد من الروائع، يعني فعلا عجباني جدا. اما بالنسبة للشكل فهو شكل يختلف كثيرا عن الاحجار، فهو المرعب. المرعب يا جماعة، المرعب. والنبي ناخد بالنا بس، عشان الحجر ده مرعب بجد. الحجر مرعب بجد. يعني انا مش عارف. هو انت فيك كذا تصوير يا معلم، انت فيك كذا تصوير يا معلم. نتفرج كده مع بعض. ده هنا كمان مصور. الله الله. ادي وش يا جماعة، هنا وش هو، وادي الشعر وادي المناخير وادي البق. لا لا لا، ده في موضوع بالصلاة على سيدنا محمد، بالصلاة على سيدنا محمد، نصلي على الحبيب، نصلي على الحبيب كده. ده هبهاب للمحبة. الهبهاب ده شاخط، الهبهاب ده شاخط. هو مصور تصوير كما هو، يعني هو طالع من الأرض بتاعة المغرب كما هو كده يا جماعة، عشان احنا بس نبقى عارفين بألوانه بنفس اللي هو مش أكتر من إن اللي هو ممكن يتاخد الجوانب بتاعته من هنا في الخفيف جدا. وهو الحجر بيبقى مصور نفسه بنفسه. طبعا الحجر ده شاخط يا جماعة، الحجر شاخط يا جماعة، الحجر شاخط حتة ممتازة بجد، ممتازة ممتازة. معلش هو بس عشان ايه، ادي الشخط بتاعه. تمام. فهو جامد. يعني هو على فكرة ناشف برضو، يبدو ان هو ناشف جدا او جامد جدا، ولكن هو في الاول وفي الاخر فهو شاخط. هو شاخط. قوة روحانية جامدة جدا لمن يعشق الهبهاب. عندنا توصيل لجميع دول العالم يا جماعة، انا تحت الامر.